السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة غزلانة شانيل. كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم فيديو جديد عن روتيني الصباحي البسيط اللي كنرتاح فيه واللي كيتوافق مع أهدافي واللي كيبدا مع وقت الفجر في التوقيت. الفياق بكري مرتبط عندي مع صلاة الفجر، إلا في حالات استثنائية اللي كنفيق مع الظلام. كندير الروتين ديالي، كنهتم بنفسي، كنحك سناني، كنتوضا. اما روتين العناية بوجهي ما كندير والو من غير كنرش وجهي بماء الورد، لانه كيمنح نعومة للبشرة وكيغذيها ويرطبها. من بعد صلاة الفجر كنقرا شوية نتاع القرآن وكندير الأذكار. وكتوصل الساعة 7:30 ومازال الظلام، مازال ما صبح الحال. من بعد هاد الشي هذا كنكتب المهام ديالي اللي غندير في يومي، وكذلك المواعيد الأساسية باش ما ننسى حتى حاجة. من بعد كنفيق بنتي باش كدير الروتين الصباحي ديالها اللي سبق شاركته معكم في فيديو سابق. نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف، اللي باقي ما شافوش يشوفوا فيه أفكار زوينة للروتين الصباحي للبنيتات، الأطفال عموما، وكتجهز نفسها للمدرسة وهي مرتاحة وكتاخد وقتها. وهنا كنحاول نعلمها كل يوم حاجة جديدة باش تعتمد بها على راسها. في هذا الأثناء كنوجد الفطور اللي أغلب المكونات ديالو محضراها من قبل في الليل باش كنستغل الوقت في الصباح. وهنا فين كيدخل الروتين المسائي اللي كينفعني في الصباح. هنا كتكون بنتي جاهزة. وحضرت ليها اللانش بوكس ديالها بداكشي اللي موجود في الدار واللي غتاكلو. وإلا بغيتو أفكار نتاع اللانش بوكس أو الوجبات للمدرسة أو العمل، سبق لي حطيت فيديوهات فيهم أفكار زوينة وبسيطة. نخلي لكم الروابط كذلك في صندوق الوصف، اللي باقي ما شافتهمش تشوفهم. من بعد كنفتح النوافذ باش نستافدوا من الهواء النقي ونتخلصوا من الطاقة السلبية في المنزل. وكنمشي نوصل بنتي للترونسبور ونرجع عند بنتي الصغيرة اللي باقا ناعسة.
كندير العجينة هي الأولى، هي أول حاجة من أشغال المنزل باش يلاه كتخمر، كترشي مع هاد الجو البارد. وكندوز نجمع الدار شوية، لأن كتكون عندي مجموعة غير البيت بناتي اللي كيكون مرون. وهنا كندير شي حاجة كنسمعها، يا إما قرآن أو فيديو مفيد، يا إما بودكاست بمواضيع زوينة بزاف غنشاركها معكم في الانستغرام ديالي اللي اشتركوا فيه. اللي باقي مازال ما اشترك غنخليه لكم في صندوق الوصف. كنطلق العود أو بخور بريحة زوينة في الدار. من بعد كندوز لبيت بناتي كنجمعو، وفي نفس الوقت كندير استغفار أو الحوقلة. المهم تذكروا الله، ما تضيعوش الوقت، وما تنساوش صلة الرحم واخا غير بالهاتف، تسولوا في والديكم خوتكم. بنتي الصغيرة هنايا كتكون فاقت وفطرتها وبديت معاها روتينها والأنشطة والألعاب اللي كتساعدها على النمو العقلي ديالها وتطوير المهارات ديالها.
كنخليها من بعد دير قيلولة وكنحضر الغدا من بعد صلاة الظهر. وما تنسوش الدعاء بالصحة وكل رزق مع راسكم ومع جميع المسلمين. ودرت عصير مفيد سبق ليا وشاركته معاكم في فيديو قصير حتى تشوفوه اللي باقي ما شافو. درت طويجين ساهل وسلطة والخبز اللي درته في الصباح بالدقيق الكامل والخميرة البلدية. طابت وكتجي رائعة وخفيفة، خصوصا مع كنضيف ليها معلقة ديال زيت الزيتون اللي كتخليها هشة وطرية. هنا كنكونو سالينا روتيننا الصباحي اللي كيكون منتج. درت فيه شحال من حاجة بسهولة رغم كثرة المهام، إلا أنني عرفت كيفاش نقسم وقتي وننظمو حسب المهام اللي عندي. وحتى الشغل كيكون بالعقل ماشي بالجهد، باش كنحافظو على صحتنا وباش كيكون عندنا الروتين الصباحي ناجح. ضروري كنبداوه من الروتين المسائي اللي غنديرو معاكم في فيديو لاحق ان شاء الله. كنتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. ما تنسوش تكتبوا لي اقتراحاتكم في التعليقات وتشتركوا في القناة اللي باقي ما اشترك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله، والسلام عليكم.